بهذا الفيديو برسم على زجاجة العطر. طبعا انتم متعودين علي اني دايما اطلع لكم بافكار حلوة، وهالمرة ما برسم عليها كزجاجة عطر، لا، يعني بسوي في زجاجة العطر الفاضية إعادة تدوير، وبستخدمها حق شي تعرفونه آخر الفيديو. بعد ما فتحت غطاء العطر الحين ببدأ ألون عليها بطريقة الطبطبة. لقيت الطبطبة. وطبعا اخترت لون البيبي بينك. وليش قاعدة أطبطب بدل ما ألون بالفرشة؟ لأن ملمس الزجاج ناعم وما ينفع إني أسنفره، فهاي الطريقة أسهل طريقة علشان أول شيء تنشف بسرعة، وثاني شيء اللون يثبت بسرعة وما يترك أي علامة، يعني من أول مرة. والأهم من هذا كله إني بقدر ألون عليه. ليش؟ لأن هاي الحركة، حركة الطبطبة في ملمس ناعم، يعطيني شوية خشونة، فأقدر بعدها أرسم. لأن مثل ما تعرفون السطح الناعم ما بقدر أرسم عليه، بس السطح الخشن أسهل شيء الرسم عليه. وكنت أحط طبقتين على كل جهة علشان ما أريد يبين لي لون العطر ولا أي شيء منه. وطبعا طريقة الطبطبة أحلى شيء فيها إنه بس طبقة أو اثنين، يعني أنا حطيت الطبقة الثانية خلاص ما عدت عليه. هذا أحلى شيء في الطبطبة. لاحظت يعني إذا بسوي هاي الطريقة بس مرتين، أما لو سويت بالفرشة على زجاج يمكن يوم كامل أنا بس ألون الزجاج وأعيد عليه كذا طبقة. بعد ما خلصت التلوين على زجاجة العطر استخدمت هالماركر. طبعا انتو خلاص صرتوا تعرفونه، هالنوع من الماركر حق كل شيء، حق الزجاج، حق الملابس، حق الأوراق، وانتو بكرامة حق الجواتي. أخذت اللون الأبيض وبديت أحدد الرسمة اللي ببالي. طبعا بدل ما أحدد في الرصاص وبعدين ألون، لا، حددت باللون الأبيض. وطبعا اخترت رسمات بسيطة وسهلة. واللي سويته ان كل جهتين سويتهم بنفس الرسمة، بمعنى يعني جهتين مشروم وحركة وردة، والجهتين الثانيين بطيخ وحركة يعني مميزة له. فهمتوا؟ يعني كل جهتين نفس الشكل، بس الوردة يمكن اللي تختلف، او الشكل اللي مع المشروم مثلا والبطيخ هو اللي يختلف شوي. وطبعا اللي سويته أنا أني اخترت شيئين لهم نفس اللون، اللي هو المشروم لون الأساسي أحمر، والبطيخ لون الأساسي أحمر، بس اللي يختلف اللي هو الجذع
ما ادري اذا شو يسمونه اللي في المشروم. المهم اللون مختلف اللي هو بني، والقشرة مال البطيخ لون اخضر بس، لكن اللون الاساسي لهم اللي هو اللون الاحمر. طبعا انا ما حبيت اني اكثر بالالوان، حبيت انها تكون الوان بسيطة، ويعني يعني لونين او ثلاثة بس. ما حبيت انه يعني اخليه مثلا الوان قوس قزح كلها في علبة الزجاج، او في علبة في زجاجة العطر، سوري. وطبعا بعض التفاصيل الصغيرة تفرق وايد في الرسم، وتفرق بعد في الشكل كامل.
وهاي هي الأشكال اللي رسمتها في ال4 جهات. كتبولي تحت في الكومنت شو أكثر جهة عجبتكم. وطبعا سويت إعادة تدوير لغرشة العطر أو زجاجة العطر، علشان مثل ما تشوفون سويت فازة حق الوردة بشكل حلو وكيوت. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونون حبيتوا فيديو اليوم، ولا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم بفيديو جديد.